الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، ويا أيتها الأخت الفاضلة، كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. نحن الآن على مقربة من شهر رمضان. شهر رمضان مزرعة للعباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه وواجباته قولا وعملا، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الأخ المشاهد الكريم، الأخت الفاضلة، الإنسان يحتاج في كل وقت وحين أن يجدد الإيمان في القلب، لأن الإيمان يزيد وينقص. يزيد الإيمان في القلب بطاعة الله جل في علاه، وينقص الإيمان في القلب بارتكاب المعاصي والذنوب والغفلة والنسيان. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بضرورة تجديد الإيمان في القلوب. ونحن الآن مقبلون على شهر رمضان، شهر تلاوة القرآن، شهر التراويح، شهر التسابيح. فينبغي على كل إنسان أن يجدد الإيمان في قلبه، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والاستغفار والتوبة وذكر الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله معتقدا معناها نال سبيل الفوز والنجاة. من قال لا إله إلا الله معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم القيامة ناج آمنا، وفي جنة الخلد داره ومسكنه، الله قد خصه فيها وأرضاه. إذا غرس الإنسان شجرة الإيمان بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وسقاها بذكر الله عز وجل، وحصنها بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. إذا غرس الإنسان شجرة الإيمان في قلبه جنى ثمرات عظيمة وجليلة. فمن ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى يجعل للمؤمنين قدم صدق عنده جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا
أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق هو أن الله تبارك وتعالى يتولاهم ويغفر لهم ويرحمهم ويتولى شؤونهم. ومن ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى يتولى أمور المؤمنين. يقول الله جل في علاه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. ويقول جل في علاه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى يدافع عن المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب العلي تبارك وتعالى قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل إلى المجلس وبدأ يسب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا أبو بكر ساكت يسمع السب والشتم ولا يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فظل الرجل يسب ويلعن ويشتم سيدنا أبا بكر الصديق سبا فظيعا، وسيدنا أبو بكر ساكت لا يرد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فظل الرجل ولم يستحي من مجلس رسول الله، ولم يستحي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا يرد عليه وهو ساكت. فظل الرجل يكيد بالسب والشتم إلى سيدنا أبي بكر حتى فاض الكيل كما يقولون. فانتصر سيدنا أبو بكر لنفسه ورد السب والشتم على الرجل. وعندها قام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس وذهب إلى بيته، فتبعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، أنت سمعت ورأيت ما حدث من الرجل، هل غضبت مني؟ هل أخطأت؟ فقال: يا أبا بكر، كان الرجل يسبك، وقد أرسل الله عز وجل ملكا من السماء يرد عليه السب والشتم، فلما انتصرت لنفسك رفع الملك ونزل الشيطان، وأنا لا أحب أن أجلس في مكان جلس فيه الشيطان. يا أبا بكر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى ينجي المؤمنين من كل هم وكرب وضيق. يقول الله تبارك وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ومن ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى يقدر المؤمنين ويعلي قدرهم ومكانتهم ولا يخزيهم ويجعل لهم نورا. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومن ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى يثبت المؤمنين على الحق. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آيات التنزيل الحكيم:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى يؤيد المؤمنين وينصرهم. يقول الله جل في علاه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر والتأييد يكون للمؤمنين في الدنيا بالتوفيق، يكون في الدنيا بتوفيق الله لهم بأن يعملوا صالحا، وأن يكون الخير دائما رائدهم، وأن يكونوا في طاعة لله سبحانه وتعالى دائمة ومستمرة. وينصرهم يوم الأشهاد، يوم القيامة، ينصرهم بأن يرضى عنهم وأن يدخلهم الجنة وأن يتجاوز عن سيئاتهم ويغفر زلاتهم. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا لنصر الله للمؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يأتي يوم القيامة فيضع الله ستره وكنفه على عبده، ثم يقول له: أتذكر يوم كذا حين فعلت كذا وكذا؟ فيقول: أذكر يا رب. فيقول الرب تبارك وتعالى: أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول: أذكر يا رب، أذكر يا رب، حتى يظن العبد أنه هالك وأنه ذاهب إلى النار، فيقول العلي الكريم الغفار الحليم الذي وضع ستره وكنفه على هذا العبد المؤمن، يقول له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، اذهب إلى الجنة. نصر عظيم للمؤمن يوم الأشهاد، يوم القيامة. ومن ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله تبارك وتعالى يوفق المؤمن إلى العمل الصالح ويغفر له ذنوبه ويعطيه أجرا كبيرا وعظيما. يقول الله جل في علاه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ويقول جل شأنه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وأيضا من ثمرات الإيمان بالله ربا أن الله عز وجل يوفق المؤمنين للعمل الصالح ويغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن ثمرات الإيمان بالله ربا والعمل الصالح أن الله سبحانه وتعالى يحبب جميع الخلق فيهم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل
وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله عز وجل أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ومعنى يوضع له القبول في الأرض أن الله تبارك وتعالى يقذف حب هذا العبد في قلوب الخلق جميعا، فيحبونه، فتميل قلوبهم إليه ويرضوا عنه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، تب علينا يا تواب لنتوب، واغفر لنا جميع الزلات والذنوب، ووفقنا إلى العمل الصالح الذي به تغفر لنا الذنوب وتمحو السيئات. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، نكمل ما بدأناه في ثمرات الإيمان بالله ربا وثمرات العمل الصالح التي يجنيها المؤمن كرما من الله تبارك وتعالى. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.